شكلها حلو جدًا وطعمها تحفة، والصوص اللي نازل منها طعمه فظيع. هنعمل النهارده وصفة لذيذة جدًا، كرات اللحم بصوص الdemi glace، وممكن تسموها كفتة بصوص الdemi glace، سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص، وصوص الdemi glace موجود في كل محلات العطارة، متوفر ومش غالي. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. يالّا تعالوا نشوف. أول حاجة هنجيب ده تِلت كيلو لحمة، يعني على حسب قد إيه أنتم عايزين، وبصلاية مبشورة، ونُص معلقة ملح، ونُص معلقة فلفل أسود صغيرة، ونبدأ إن إحنا ندمج كل المكونات دي في بعض. كده هي خلصت. هنبدأ بقى إن إحنا نعملها كِوَر حجمها متوسط، يعني مش صغيرة ولا كبيرة. نعمل كل الكفتة نعملها كِوَر بالشكل ده، المناسب الشكل ده، بس براحتكم لو عايزين تكبّروا. كده إحنا خلّصنا كل الكرات، هنبدأ بقى إن إحنا نحط عليها دقيق، نخلّيها كلّها كده في الدقيق، كلّها أهو بالشكل ده، كلّها تبقى من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب فيها دقيق، وننفّضها كويس، ونخلّص كل الكمية اللي عندنا بالشكل اللي أنتم شايفينه. كده خلاص كلّها اتبدّرت بالدقيق. في طاسة بقى فيها زيت، معلقة زيت تقريبًا ونُص معلقة سمنة. لمّا تسخن هنبدأ بعد ما تسخن بس ما تبقاش باردة، هنبدأ إن إحنا نحط فيها الكرات اللي إحنا بدّرناها بالدقيق. نبدأ نقلّبها، يا ريت في الأول ما نقلّبهاش بمعلقة أو بحاجة، أي حتى لو سيليكون في الأول بلاش علشان ما تتفتحش من الجنب، ممكن نبقى نهزّها بس كده بالقلاية. هي كده أخدت لون، بس أنا مش عايزة اللون ده، أنا عايزة أكتر شوية، ده فاتح شوية، كل شوية بنقلّب، لمّا تاخد يعني من ناحية لون نبدأ نقلّبها على الناحية التانية. هي كده بالشكل ده تقريبًا بقت اللون اللي أنا اللون اللي أنا عايزاه. تمام كده أهو قرّبت عشان تشوفوه، أنا عايزة اللون ده. كده هي خلصت، هنبدأ بقى إن إحنا نطلّعها، والزيت والسمنة اللي تحت ده اللي فيه اللي نزل الصوص اللي نزل من الكفتة أنا عايزاه مش هارميه، هابدأ أحط فيه بصلة متقطّعة جوليان وأشوّحها فيه كويس أوي. كل الحاجات اللي نزلت من اللحمة دي هتخلّي البصل طعمه حلو جدًا. أشوّحها كويس جدًا وأقلّبها، تاخد لون دهبي مش غامق، يعني هو اللون ده كده كويس، مش عايزة لون غامق يعني. كده تمام. نقلّبها كويس، فهنجيبها على أيوه، نجيبها شوية كده على جنب، ومعلقة صغيرة ممسوحة دقيق مش كبيرة، ونجيبها نحطها في القلاية، ونبدأ إن إحنا نحمّر في الدقيق شوية، نخلّيه لونه دهبي. نبدأ نحمّره ما نسيبوش لحد ما يبقى لونه دهبي، عشان ريحة الدقيق تروح منه. معلقة صغيرة ممسوحة مش كتير، لإن دي هيتقِّل، أنا عايزة أعمل صوص تقيل شوية، ما يبقاش خفيف. بعد كده بعد ما أخد اللون هنقلّبه كلّه في بعضه مع البصل، وننزّل كرات الكفتة اللي إحنا عملناها عليها، ودي نُص كوباية لبن، نُص كوباية لبن هننزّلها عليها بالشكل ده. ودي معلقة ديميجلاس، معلقة ديميجلاس هندوبها في كوباية مَيّة، الكوباية مش كبيرة أوي، ونقلّبها كويس أوي، وننزل عليها، ننزل على على اللي في القلاية بالشكل ده. بُص اللون بقى تحفة إزاي، اللون بقى قمر، حلو أوي. ده حاجة لو متوفرة عندكم، دول شوية عندي كانوا موجودين في التلاجة، شوية كريمة لباني كانوا موجودين، لو مش موجودين ما فيش أي مشكلة خلاص، أنا دول كانوا موجودين حطيتهم، لكن لو مش موجودين هو اللبن كفاية، ممكن في الوقت ده نزوّد شوية لبن بس، لكن لو مش موجود الكريمة اللباني عادي. كده قلبناها تقليبة واحدة وطلعت بالشكل ده، شكلها حلو جدًا،
وطعمها تحفة، والصوص اللي نازل منها طعمه فظيع مع البصل، مع الكفتة، حلو جدًا. ده بيتقدّم مع رز بالشعرية بقى، مع مكرونة سباكيتي، اللي أنتم تحبوه. يعني تغيير من الكفتة المقلية أو يعني تغيير وطعمه حلو أوي، والصوص هيعجبكم جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوه هيعجبكم أوي، أوي. بألف هنا.